أهلا بيكم مع أخبار الأهلي اليوم. خبرنا الأول: النادي الأهلي قد يتعاقد مع مليك إيفونا في نهاية الموسم الحالي، ولكن في هذه الحالة قد يدخل النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب مليك إيفونا، وذلك من أجل التعاقد معه في نهاية الموسم الحالي في حالة رحيل وليد أزارو في نهاية الموسم للاحتراف في أوروبا، حيث من المنتظر أن يقوم النادي الأهلي بالتعاقد مع مهاجم جديد في حالة بيع وليد أزارو من أجل الاحتراف في أوروبا. لذلك قد يتعاقد النادي الأهلي مع اللاعب مليك إيفونا، خصوصا بعدما تم انتقال اللاعب مليك إيفونا إلى فريق سانتا كلارا البرتغالي مجانا في شهر يناير. بذلك سوف يكون الأهلي قادر على دفع مبلغ معقول إلى النادي البرتغالي من أجل التعاقد مع اللاعب مليك إيفونا في نهاية الموسم الحالي، ولكن في حالة احتراف وليد أزارو، لأنه في حالة استمرار وليد أزارو مع الأهلي في الموسم الجديد فإن الأهلي لن يتعاقد مع مهاجم جديد، ولكن في حالة احتراف وليد أزارو في أوروبا فإن الأهلي في هذه الحالة سوف يتعاقد مع مهاجم جديد، وهذا المهاجم قد يكون مليك إيفونا. خبرنا الثاني: النادي الأهلي يلعب اليوم في دوري أبطال أفريقيا. سوف يلعب النادي الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد فريق سيمبا التنزاني في مصر على استاد برج العرب، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1. خبرنا الثالث: تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لبداية مباراة اليوم. محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات، ناصر ماهر، أجاي، وصلاح محسن. خبرنا الرابع: أحمد عفيفي، بيراميدز مصمم على موقفه. أكد المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز أحمد عفيفي على أن بيراميدز متمسك بموقفه من عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل أن يلعب بالنادي الأهلي مؤجلاته، حيث قال أحمد عفيفي: موقف بيراميدز واضح وصريح، لن يلعب مباريات الدور الثاني قبل أن ينهي الأهلي مبارياته المؤجلة بالدور الأول. وأضاف: بيراميدز مصمم ومتمسك بموقفه، لن يلعب أي مباراة أخرى قبل أن يلعب بالنادي الأهلي مؤجلاته، حيث أكد أحمد عفيفي على أن النقطة ليست في الأهلي، ولكن موقف نادي بيراميدز سوف يكون مماثل في حالة أن يكون هذا الموقف مع الإسماعيلي أو الزمالك أو أي نادي آخر غير الأهلي. خبرنا الخامس: اتحاد الكرة يلجأ إلى وزير الرياضة. قام هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بعمل اتصالات مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك من أجل التدخل في أزمة النادي الأهلي مع الزمالك وبيراميدز من أجل عدم إلغاء الدوري، حيث أكد هاني أبو ريدة على أنه في حالة استمرار هذه الأزمة فأن الدوري في الموسم الحالي مهدد بالإلغاء. لذلك تمسك هاني أبو ريدة بأن يقوم وزير الرياضة بالتدخل في هذا الأمر من أجل حل المشكلة.